السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل أكلة من الآخر، أكلة لذيذة وبسيطة وتتبيلة فل الفل، تتبيلة عالي العال، جميلة جدا والريحة روعة، مش قادرة أقول لكم. هنعمل مع بعض ايه؟ الحواوشي بالعيش البلدي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ شايفين رغيف الحواوشي مستوي ازاي؟ شايفين؟ وسويناه ايه؟ على البوتاجاز من فوق، مش في الفرن ولا حاجه. شايفين اللحمه مستويه وما كشتش. وده الحواوشي بتاعنا اللي احنا عملناه النهارده. اتمنى من كل قلبي انكم تدخلوا الفيديو بتاعي وتتفرجوا عليه. وان شاء الله الحواوشي هيعجبكم وتتبيله حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا يا حبايب قلبي ندخل في الفيديو. اتمنى من كل قلبي لو الفيديو بتاعي عجبكم فضلا وليس امرا لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصلكم كل جديد. يلا يا حبايبي ندخل في الفيديو ونشوف عملنا الحواوشي ده ازاي. النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض اكله لذيذه وبسيطه تحفه. هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي كده بيتي لذيذ. هنعمله بالعيش، تسويه بسيطه وتتبيله عسل كده هتخلي الحواوشي طعمه جميل جدا. يلا يا حبايب قلبي ندخل في الفيديو ونشوف هنعمل حواوشي ازاي. انا معايا يا حبايبي كيلو من اللحم وعليها نسبه من الدهن، ومعايا العيش اللي انا هستخدمه للحواوشي. معايا ايه كمان؟ 3 بصلات حلوين كده مقطعاهم بالشكل زي ما انتم شايفين قدامكم كده. معايا معلقه كبيره من الثوم، معايا حزمه بقدونس وواخده منها الورق بس، ومعايا كمان 5 قرون من الفلفل حامي وبارد على بعض مقطعاهم بالشكل ده، ومعايا معلقتين كبار من الدقيق. اما البهارات بقى اللي انا هستخدمها زي ما انتم شايفين كده، معايا شطه وكمون وملح وكزبره فلفل اسمر، بهارات حواوشي، ومعايا بابريكا. من كل حاجه معلقه، اما الملح معلقتين صغيرين. هي دي بس كده ايه المقادير اللي احنا هنستخدمها للحواوشي النهارده. يلا بينا نفرم البصل الاول. انا حطيت البصل في الكبه افرمه الاول. فرمت البصل زي ما انتم شايفين كده، انا مش عاوزاه ناعم، انا عايزاه يكون خشن شويه. هنحط عليه الفلفل واحط عليه التومه والبقدونس واديها فرمه كده. انا كده بقى ايه فرمت البصل والبقدونس والفلفل زي ما انتم شايفين كده والثوم. هعمل ايه؟ هاجي اروح جايبه اللحمه بتاعتي واروح نازله كده والبهارات اللي انا عرفتكم عليها، ومعايا كمان معلقتين الدقيق، واعجن بقى الخليط ده كله في بعضه زي ما انتم شايفين قدامكم كده. انا عجنت بقى ايه البصل والخضره وكل حاجه اللي احنا فرمناها في الكبه مع اللحمه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. في بقى مكون اساسي لازم يتحط على الحواوشي علشان خاطر ايه اللحمه ما تبقاش مكتومه وتبقى هشه كده وحلوه في قلب الرغيف. هو ايه؟ البيكنج باودر. هنعمل ايه؟ هياخد معلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وده اساسي على ايه؟ على الحواوشي. اقلب بقى كده البيكنج باودر كده مع اللحمه والخليط
اللي احنا حاطينه على اللحمه، ومعايا العيش بتاعي كده. البهارات مظبوطه والملح مظبوط زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى ايه، معايا العيش، عيش بلدي قطعاه بالمقص زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى ايه احشيه. هاخد قطعه من اللحمه حلوه كده وافردها في الرغيف كده، افردها كده كده. اعمل بقى ايه الرغيف كده عشان اساوي اللحمه في العيش كله كده. نعمل كمان رغيف مع بعض كده. اخد قطع من اللحمه كده كده، وافرد قطعه اللحمه في الرغيف علشان ما يبقاش فيه حته فيها لحمه وحته فاضيه كده. اعمل كده برضو. يبقى انت كده عملتي احلى حواوشي في البيت، ضامنه نظافته وضامنه اللحمه اللي انت حطاها وبهاراتك مظبوطه، وتاكلي عيالك حاجه كده ايه ضمناها وضامنه نظافتها كده. افرد اللحمه كده 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 واضغط. هعمل بقى ايه كميه اللحمه بتاعتي وكميه العيش. انا كده خلصت كميه العيش وكميه اللحمه، طلعت لي كميه حلوه قوي. معايا هنا 14 رغيف حواوشي. يلا بينا بقى ايه نبدا نسويه. انا جبت الطاسه وحطيت فيها ايه معلقه سمنه كبيره، وحطيت شويه من الزيت علشان ايه طعم الحواوشي يبقى حلو كده. هحط الرغيف كده واخلي النار متوسطه. هيبدأ بقى ايه الحواوشي يستوي زي ما انتم شايفين قدامكم كده. هغطي عليه وايه وبعد كده هبدأ اقلب الرغيف يمين وشمال يتحمر ويستوي واروح مطلعاه. شايفين تسوية الرغيف؟ هقلبه كده بقى على الوش التاني زي ما انتم شايفين كده. حبايب قلبي انا خلصت الحواوشي، سويته كله زي ما انتم شايفينه كده، جميل روعه، ريحته حلوه قوي. شايفين اللحمه مستويه ازاي؟ شايفين اللحمه مفروده ما كشتش. ليه بقى ما كشتش؟ علشان خاطر معلقه البيكنج باودر اللي احنا حطيناها. الجمال ده كله لحمه مستويه ما كشتش والريحه تحفه. شايفين الرغيف عامل ازاي؟ شايفين السوا؟ شايفين كمان؟ شايفين السوا حلو ازاي؟ مستوي وريحته حلوه واللحمه ما كشتش. وده الحواوشي بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض النهارده، خطواته بسيطه وتتبيله سهله جدا وبسيطه خالص. وعملنا معاهم ايه؟ عملنا مع الحواوشي بتاعنا سلطه خضراء وقطعنا خيار ومعانا هنا ليمون مخلل. اكله زي العسل بالهنا والشفا للي هياكل. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم ويكون سهل وبسيط كده وكلنا نستفاد من بعضينا. في نهايه الفيديو يا حبايب قلبي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.